السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأول المتوسط. موضوعنا اليوم حل تمرينات المفعول به، فخلونا نبدأ وياكم على بركة الله. نبدأ بالتمرين الأول. قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أليف دل على المفعول به في النص الشريف. الجواب: الحق، الصلاة، الزكاة، الناس، أنفسكم، الكتابة. باء تلبسوا أصله تلبسون، لماذا حذفت نونه؟ دل على فاعله. الجواب: تلبس فعل مضارع من الأفعال الخمسة، حذفت نونه لأنه سبق بأداة جزم اللي هي لا الناهية، وفاعله الضمير المتصل واو الجماعة. هذا التمرين الأول، لحد هنا خلصنا من يمه. التمرين الثاني عندنا بيه نص وعندنا بعده مطالب. نقرأ النص بالبداية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نفس عن أخيه المؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علم سلك الله عز وجل له به طريقا إلى الجنة، وما جلس قوم في مجلس يتلون كتاب الله عز وجل ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. عندنا أليف. اقرأ النص وافهمه ثم اضبط حركة الحرف الأخير من الكلمات المكتوبة باللون الأحمر. الكلمات المكتوبة باللون الأحمر طلاب هي مفعول به، حركتهن الفتحة، تصير كربة وكربة الثانية ومسلما وطريقا وعلما وكتابة. عندنا باء. أين المفعول به في العبارتين؟ يتدارسونه بينهم حفتهم الملائكة. الجواب: في كلا الجملتين المفعول به هو الضمير المتصل الهاء. هذا التمرين الثاني، لحد هنا خلصنا من يمه. التمرين الثالث: اضبط الفعل والفاعل والمفعول به، وضع تحت الفاعل خطا واحدا وتحت المفعول به خطين. التمرين الثالث يريد منا نخلي تحت الفاعل خط واحد وتحت المفعول به خطين. الجمل هي: يحمل الجمل الحطب. الجمل فاعل، الحطب مفعول به. باء أكل الذئب الشاة. الذئب فاعل، الشاة مفعول به. جيم صاد الرجل سمكة. الرجل فاعل، سمكة مفعول به. دال فتح الطالب كتابه. الطالب فاعل، كتابه مفعول به. ها اشترت فاطمة قلما. فاطمة فاعل، قلما مفعول به. هذا التمرين الثالث، لحد هنا خلصنا من يمه.
التمرين الرابع: ضع مفعولا به مناسبا لكل جملة من الجمل الآتية. التمرين الرابع يريد منا نخلي مفعول به بالفراغات. طبعا هنا لازم نراعي حركته. أليف: يزرع الفلاح، نقول الأرض. باء: يبر الولد، نقول أباه. هنا علامة نصب الألف، ليش؟ لأنه من الأسماء الخمسة. جيم: صنع النجار، نقول طاولة. دال: أبصر المؤمن، نقول الحق. ها: رمى صياد السمك الشبكة. هذا التمرين الرابع، لحد هنا خلصنا من يمه. التمرين الخامس: اعرب الجمل التالية بعد ملاحظة المثال الأول. التمرين الخامس طلاب يريد من يمنا نعرب. الجملة الأولى: زار الطالب العالمة. عندنا زار فعل ماض مبني على الفتح. الطالب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. العالمة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الجملة الثانية: سلك العراقيون طريق المجد. عندنا سلك فعل ماض مبني على الفتح. العراقيون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. طريقة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. المجدي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. هذا التمرين الخامس، لحد هنا خلصنا من يمه. التمرين السادس: أكمل ما يأتي. أليف: ربي وفقني لطاعتك حتى أنال رضاك. المفعول به للفعل وفقني هو فراغ، وللفعل أنال هو فراغ. الجواب: الفراغ الأول الضمير المتصل الياء، والفراغ الثاني رضاك. باء: تحروا الحلال في كل أموالكم. الفاعل في هذه الجملة هو فراغ. الجواب واو الجماعة. جيم: يعلو شأن الجماعة عندما يستقيم الفرد. فاعل الفعل يعلو هو فراغ، وفاعل الفعل يستقيم هو فراغ. الفراغ الأول شأنه، والفراغ الثاني الفرد. دال: سيواصل المظلوم نضاله كي ينال حقه. الفاعل في الفعل الأول هو فراغ، والمفعول به في الفعل الثاني هو فراغ. الفراغ الأول المظلوم، الفراغ الثاني حقه. إلى هنا طلاب ينتهي موضوعنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.